سبون فيدنج، الكارثة اللي خلتنا نتعلم غلط. السبون فيدنج دي عبارة عن ايه؟ سبون فيدنج عبارة عن طريقة اللي انا فيها كمدرس ببتدي ان انا ادي المعلومات للطالب اللي عندي زي طفل كده صغير بياخد الاكل من مامته او باباه وما بيعتمدش على نفسه في اي حاجة. طب ايه النتيجة لكده؟ ان المتعلم بيفضل طول الوقت محتاج ان المدرس هو اللي يديله المعلومه، تمام، يدور له على المصادر بتاعت المعلومه، يجمع له كل حاجه، والمتلقي بيكون دوره سلبي، ما بيبذلش اي مجهود في الموضوع. طب نتيجه لكده ايه؟ نتيجه لكده ان احنا ما عندناش مهارات بتتطور، بيفضل مستوانا ثابت لفتره طويله واحنا مستغربين ليه؟ لان انا ما بجتهدش ان انا ادور على المعلومه، محتاج طول الوقت حد يديني المعلومه مقشره، كل حاجه، كل التفاصيل بتاعت المعلومه، وانا بس ما بعملش اي حاجه ان انا بتلقى المعلومه. هل في اي جزء ايجابي انا بعمله كمتلقي او كمتعلم؟ الاجابه لا. لو انا استمريت على فكره السبون فيدنج مستواي مش هيتطور.